الرحمن الرحيم. أنا محمد دقوس، فلتر الرئاسة على الفيسبوك، وده نفس القفطان الأبيض بتاع المؤتمر الأول بس بقاله مدة ما اتغسلش. بحييكم من قاعة السلطة بسوق الخضار. كان ممكن زي كتير من الناس ما اتبرعش بجزء من وقتي ووقت أسرتي أو جزء من سمعتي وما نزلش الرئاسة، بس حبا في هذا الشعب الطيب وهذا البلد العظيم السعودية أنا ضحيت طبعا بالكلام ده كله. يا جماعة أنا في الثانوية العامة كان المفروض أطلع التاني مقرر على مستوى الجمهورية، بس وقفت معايا على تكة بسيطة، كان فاضل لي 183 درجة والشهادة موجودة. طبعا اللي مش مصدق، احنا إن شاء الله في برنامجنا الانتخابي هنحارب البلطجة، وهنبدأ بالورق بتاع الرمل ده اللي مش شايف الرمل اللي هو اسمه سلامة. سلامة هنا بيسموه ابن الشيطان البكري. طبعا يا رب ما يشوف الفيديو دوت. سلامة كان باع لنا في العيد اللي فات 300 خروف في حوالي نص ساعة. طبعا لما باع لنا 300 خروف انا نزلت اشتري، طبعا هو بيندع على الناس مش بيبيع كده، يعني لازم تشتري غصب عنك. فقلت له ده ما بيقولش ماء، قال لي مش عطشان يا عم ما فيهوش فروه، قال لي احنا هنقله. فانا اضطريت اشتري 2 واسربهم، لان بالعقل كده يا جماعه مفيش خلفان بتهوى. وطبعا اللي بيدعي على حد عندنا في منطقه الرمل يقول له ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه. هنعالج مشاكل الصحه، لان كان ليا قصه معاها. كان والدي الدكتور نسف بطنه ترابيزه الكشف. والدي يعني اللي ما يعرفش يعني الله يرحمه كان اتوفى مره ومات مره، وهو كان نفسه يموت اكلينيكي. المره اللي اتوفى فيها كان في المستشفى ناس شربوه ميه نظيفه، فطبعا جاله تسمم. الدكتور قاعد يقول الميه دي جت منين، والبوليس قاعد يحقق ازاي الميه دي دخلت البلد. المهم في بنات من اللي بيلعبوا بينضفوا هدومهم بالبنزين، مالين السرنجه بنزين، وجت بنت راحت حقناه مفكره ان دي حقنه مكرره ليه يعني. كان في العنايه المركزه وعنده 60 سنه، حس بنار جواه، راح مكسر المحاليل وبشايط الانبوبه بتاعت الاكسجين وكسر الباب بتاع اوضه العنايه المركزه وجري في الطرقه، ما حدش قدر يوقفه، نار جري الناس بيقولوا ما حدش قدر يوقفه. وبعد شويه امر الله طبعا راح وقف، الناس فكروا ان هو مات، بس لما الدكاتره كشفوا عليه اكتشفوا ان البنزين هو اللي خلص. المره الثانيه لما لمينا حواليه طبعا واتصل وعايز يوصينا على بعض، قال لي يا بكوس اختك تحطها تحت عينيك. قلت له ازاي يعني؟ قال لي جنب مناخيرك. قال لي تعرف امك دي يا ابني؟ قلت له بسيط يعني معرفه بسيطه كده سطحيه وشفتها مره عند خالتي. قال لي عايزك تشيلها فوق دماغك. فامي طبعا ركبت ساعتها فوق دماغي. قلت لها انزلي يا امه في ايه؟ قالت لي نص ساعه يا ابني عشان ابوك بيفيص. قال لي واخواتك دول؟ قلت له مش هشيل حد تاني غير لما امي تخلص النص ساعه بتاعتها. فقال لي لا اخواتك دول انا عايزك تضلل عليهم. قلت له يا عم انت طالع مصيف ولا انا شمسيه ولا ايه؟ ما تلخص وبقى في العينين كده. قال لي لا استنى، مسك ايدي قال لي استنى يا ابني انا انطق الشهاده بس. فقال الشهاده مره واثنين، بعد 312 مره انا زهقت طبعا. قلت له انا هسبقك ابع التراب وانت تكتب بجنيه ايه وابقى حصلني. طبعا انا حبيت اتواصل مع الناس برضو كرئيس جمهوريه، فاشتركت في وصله النت راوتر وتليفون ارضي وما اعرفش ايه واشتراك قد ايه. في الاخر ما شفتش حاجه. طبعا لما ما شفتش حاجه اتصلت بالشركه بتاعت الحاجات دي، فبعتوا لي مهندس قال لي لازم يكون عندك كمبيوتر. ودي كانت معلومه ما اعرفهاش برضو. كاي شاب كان نفسي ابقى رجل اعمال، قصر على النيل، طيارتك الخاصه، عربيه 127 فلورا استعمال. بس دلوقتي طبعا طموحنا كله في الرئاسه، مركزين شغلنا على الرئاسه. جاي اسئله كتيره، ناس بتقول لي هل المراه تنفع رئيس؟ انا موافق، بس هل جوزها هيوافق انه يبقى اسمه سيده مصر الاولى؟ ناس بتقول لي هل هتحتوي الناس بتوع اسفين يا ريس؟ اي حليف للرئيس المخلوع او حليفه احنا بنحتويهم. وعايز اقول رسالتي للحلاليف دول، يعني يا ريت يكونوا سامعيني، واي حلوف واي حلوفه فيهم عايزين نبني البلد. برضه الناس بتقول لك في 15 واحد عايزين يأجلوا الانتخابات، يقول لك احنا مش جاهزين وعايزين فرصه لالتقاط الانفاس. انا بقول ده مش وقت مخدرات خالص. المشروع بتاعي للرئاسه هو مشروع هيسيب كل مواطن. الاي سي هيترشق في دماغ المصري 4 رجل، اليابان عاملاه. الاي سي ده هيسيطر عليكم كلكم عن طريق شبكات المحمول، ولا هيبقى فيه كذب ولا رشوه ولا غش ولا اي حاجه، وهنلغي الشرطه والرقابه الاداريه والمباحث والمخبرين، كل ده هيتوفر فلوسه. وتحركاتك هتبقى عندي، وزوجتك هتستلم تحركاتك كل 3 شهور. عايز راجل في مصر يلعب بديله. برضو هيحصل احكام برضو اللي هيعمل لي بقى اغتصاب او جريمه او بتاع في الوقت ده، بحكم عليه طبعا انه يقعد مع زوجته سنه ما ينزلش وشه في وشها كده. بعد كده يقدم لي التماس، يقول لي عايز اخفف الحكم، نفسي اخد اعدام يا ريس. ما عنديش الكلام ده.
الايسين الياباني يا جماعه عامل 10000 دولار، بس الصين عملت واحد ب 4 جنيه، مش عايز حد يقرا خالص، هو بس حضرتك لو مركب الايسي الصيني وعطست دماغك بتنفجر نصين وخلك بيمشي على الحيطه وعمتك بيجي لها حول. اسمعكم قصيده اسمها الشهيد، بتقول اللي زرع وغيره جنى واتحرم وغيره اتغنى انا، واللي ظهره فيها اتحنى واتسرق منه 30 سنه انا، واللي اتفرم وقام وبنى وعمره فيها اتفنى انا اللي عياري كان على الهدف صايم، انا اللي بروحي وبدمي منعت مصايب، انا اللي خبطوا على سكنتي وقالوا لي في ضرايب، انا الشعب اللي كله اخوات واصحاب وقرايب، انا الحافي اللي متعافي مع ان اللبن رايب، انا الخير اللي اتركن فوق الشجر طايب، انا الشهيد سيد بلال وخالد سعيد ونور علي ومصطفى شرعي وكريم بنونة ومحمد فريد ومريم مكرم ومصطفى الصاوي رافض أنحني أو أبوس الإيد وأحمد الجزار وسالي زهران على 900 زهرة. أنا اللي سمعت عن التغيير منكم في كام ندوة و100 سهرة، كلمت أحمد ومينا وقلت يلا نمشي في مظاهرة، قابلت جاهل غبي قال مأجورة ومندسة وتمويل أجنبي، أنا قلت بلدي مش محتاجة نبي بدمي أغسل أرضها الطهرة، ده بليد ما ذاكرش إن القاهرة قهرة. أنا اللي كنت تحت الموت بترمى، العالم شهد لي بالملحمة، مش مستني منكم محكمة، أبويا رفض المكلمة، أخويا في أرضكم اتعمى، وأمي ماتت من القهر. أنا اللي كلبشت النظام في حديد، أنا اللي كسرت العظام بالإيد، أنا اللي عرفتك مين مستفيد، أنا الأخرس اللي نطق المفيد، مش مستني عدل قاضي أو قاضية، أنا النفس اللي صعدت لربها راضية، مسلم ومسيحي صبني أتوضى، شافنا الشيطان من حيطان الخيطان وقع من الخضة، والله عقولنا ذهب وقلوبنا من فضة، ارفع راسك أيها المصري، بلدك ونزلت في الكتاب حصري، أنا لقمتي زادي وتربتي قصري، أنا درع الزمان وفارس عصري، أنا كنت آخر أمل في دعاء الناس الغلابة، أنا اللقمة اللي وقفت في حلق الديابة، أنا الصداع اللي هزم ملك الغابة، أنا اللي علمت التاريخ القراية والكتابة.